السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الفؤاد في كل مكان. معاك مستر محمد علاء مدرس التاريخ ودراسات في اسكندرية. النهاردة هناخده أول درس في الوحدة الثانية تاريخ، درس مصر بين المماليك وخلفاء محمد علي. هنتكلم عن خلفاء محمد علي، هنتكلم عن الخلفاء اللي بصراحة خربوا مصر خالص. هنتكلم عن عباس، هنتكلم عن سعيد، هنتكلم عن إسماعيل، هنتكلم عن كل دول. وهل الثلاث خلفاء دول أثروا في حكم مصر قدام ولا لأ؟ هنعرف كل التفاصيل. ما تكسلش يا بطل، ويلا بينا نشوف الوحدة التانية تاريخ بتقول إيه. ويلا بينا بسم الله. قال لك عندنا بعد فرمان 1841 اللي أصدره السلطان العثماني، كان بيقول فيه يا سلطان، بيقول لمحمد علي حكم مصر ليك أنت وعيالك، وكمان هتضم عليهم السودان، يعني أصبح مصر والسودان دولة واحدة. واللي هيحكم مصر من بعد محمد علي هم عياله اللي هم خلفاء محمد علي. قال لك لم يكن خلفاء محمد علي على نفس قوة أو الوعي ليه، يعني يقصد يقول لك لم يكن خلفاء محمد علي على نفس مستوى فكره، يعني عيال محمد علي ما كانوش زيه. اديني دليل. أول حاجة حيث لم يثبتوا الكفاءة في حكم البلاد، تأرجحوا بين الميل بين فرنسا وبريطانيا والدولة العثمانية، وكان على حساب مصر واستقلالها. قال لك مش بس كده، قال لك وكمان ان هم كانوا ضعاف في المواجهة الغربية، ولم يملك اي منهم القدرة على مواجهتهم، فانفلت من ايديهم زمام الامور. يعني يقصد يقول لحضرتك ان خلفاء محمد علي ما كانوش بنفس كفاءته في الحكم. بعضهم قال لك عندنا لم يثبتوا الكفاءة في حكم البلاد، ان مصر بدل ما كانت في الطالع في عهد محمد علي بقت في النازل في عهد خلفاء محمد علي. ومعظمهم بدأ يتأرجح بالميل، يعني بدأ يسمع كلام، يعني مثلا عباس يسمع كلام فرنسا، سعيد مثلا يسمع كلام انجلترا، اسماعيل يسمع كلام الاثنين. فبالتالي قال لك تأرجحوا بين الميل بين فرنسا وبريطانيا والدولة العثمانية، وطبعا ده على حساب مصر واستقلالها. قال لك مش بس كده، وهم ما كانوش قادرين يقدروا يواجهوا القوى الغربية. تاني ما كانوش قادرين ان هم يتصدوا امام الغرب او التوغل الغربي. كان كده يعني في الوقت ده كانت فرنسا وكانت بريطانيا هم المسيطرين على العالم، وكده كده كانوا عايزين ياخدوا مصر من تاني من الدولة العثمانية، وهنعرف قدام خدوا مصر ازاي. المهم تعال نتكلم بقى على احوال مصر اثناء خلفاء محمد علي. اول واحد هنتكلم عنه عباس باشا. قال لك عباس باشا المميزات اللي عملها، قال لك تولى الحكم سنة 48. قال لك أصلح الطريق البري بين القاهرة والسويس، بدأ أول إنشاء خط سكة حديد بيربط بين القاهرة واسكندرية. يبقى خلي بالك هو عمل أول خط سكة حديد، بس خلي بالك ده هو اللي بدأه، وهو أصلح الطريق البري بين القاهرة والسويس. طب المساوئ، أول حاجة أغلق معظم المدارس، أغلق المصانع، قلل عدد الجيش. تاني قفل المدارس وقفل المصانع وقلل عدد الجيش. دي طبعا مساوئ عمك عباس. قال لك في عهد سعيد باشا بقى، قال لك تولى محمد سعيد باشا حكم مصر بعد وفاة عباس، يعني عباس مات جه سعيد. المميزات بتاعته، قال لك في عهد سعيد باشا شهدت البلاد في عهده تقدم في شتى المجالات. اهتم بالايه؟ قال لك ايه؟ اهتم بالزراعه. اديني دليل هو اهتم بالزراعه. قال لك طهر ترعه المحموديه، واهتم باصلاح احوال الفلاح. اصدر اللائحه السعيديه، بموجبها اصبح للفلاح الحق في توريث الارض الزراعيه. انا مش فاهم حاجه. يقصد يقول لك ان عمك سعيد باشا اهتم بايه؟ قال لك اهتم بالزراعه. عمل ايه؟ قال لك طهر ترعه المحموديه، يعني نظفها. بس كده؟ قال لك لا، واهتم باصلاح احوال الفلاحين. تاني اهتم باصلاح احوال الفلاح. قال لك ان الفلاح من ايام الدوله العثمانيه لحد نهايه حكم محمد علي ما كانش ليه الحق ان هو يورث الارض. يعني يقصد يقول لك ان كانت الارض بتاعت الدوله، اما في عهد سعيد سعيد ادى الفلاح الارض، قال له دي بتاعتك ورثها لعيالك. فعمل اصدر حاجه اسمها اللائحه السعيديه، بموجبها اصبح الفلاح الحق في توريث الارض. تعال نتكلم بقى على النقل والمواصلات. قال لك اتم خط السكه الحديد اللي بين القاهره
والسويس الذي بدأه عباس. خلي بالك عباس هو اللي عمل، هو اللي بدأ الخط، هو اللي حط الأساس. عباس هو حط أساس الخط السكة الحديد اللي بين القاهرة والسويس، بس اللي أتمه اللي خلصه اللي افتتحه كان سعيد، وأنشأ خط سكة حديد بين القاهرة واسكندرية. يبقى لو قال لي القاهرة واسكندرية هقول له سعيد. اللي بدأ بين القاهرة والسويس هقول له عباس. طب واللي أنهاه اللي بين القاهرة والسويس هقول له سعيد. ومد خطوط التلغراف الجوابات على الطريقة الحديثة بين اسكندرية والقاهرة والسويس، يبقى بين اسكندرية والقاهرة والسويس. طب جميل. قال لك طب تعالى نتكلم عن الجيش والبحرية. جعل مدة الخدمة العسكرية سنة إجبارية للجميع، ودي بصراحة كانت حاجة إيجابية. اشمعنى؟ قال لك إن الجيش زمان في عهد محمد علي كان بيختار الفقراء. مش فاهم يعني يقصد يقول لك ان محمد علي وهو بيعمل الجيش بتاعه كان بيختار الناس الغلابه ويجندهم، الناس الفقراء. بدليل ايه؟ مثلا ان واحد مثلا عسكري لابس زي عسكري في عهد محمد علي وماشي مثلا بيه في الشارع، يعرفوا ايه؟ الناس كلها تعرف ان الراجل ده فقير. ليه؟ ما هو في الجيش، وطالما في الجيش يعني فقير. ده ايام محمد علي. اما سعيد كان عارف المشكله دي وحلها. ايوه حلها ازاي؟ قال لك جعل الخدمه العسكريه سنه واحده اجباريه للجميع، يعني للغني وللفقير. قال لك وفتح باب الترقي امام الضباط المصريين. في عهد محمد علي ما كانش فيه ترقيه للجندي للمصري. انت مصري هتفضل جندي وهتعيش وهتموت جندي، مش هتترقى. اما في عهد سعيد بدأ يترقى، بدأ فتح باب الترقيات، واعتنى بالترسانة البحرية وأصلح السفن وجدد الأسطول. يبقى هو أصلح السفن، فتح باب الترقي أمام الضباط المصريين، جعل الخدمة العسكرية سنة واحدة إجبارية. طب تمام، تعالى نتكلم على المساوئ. مساوئ حكم سعيد باشا: التعليم. ألغى ديوان المدارس اللي هو وزارة التربية والتعليم أصلا. يعني هو ما اهتمش بالتعليم، سعيد باشا لا ما اهتمش بالتعليم، ده ألغى ديوان المدارس. قال لك وفي نفس الوقت شجع البعثات الأجنبية في مصر على فتح مدارس بالقاهرة واسكندرية. يعني يقصد يقول لك هو قفل المدارس المصرية اللي ماشية مثلا بالعادات والتقاليد المصرية وفتح مدارس أجنبية عندنا في مصر. حلو. قال لك والتدخل الأجنبي. قال لك كان في عهد سعيد باشا، قال لك هو بداية التدخل الأجنبي. خلي بالك من المعلومة دي بالله عليك، إن هو في عهد سعيد أول من فكر في سياسة الاقتراض والسلف. قال لك شهد عهد سعيد باشا بداية التدخل الأجنبي عن طريق القروض الأجنبية والامتيازات قناة السويس. يعني يقصد يقول لك أول واحد فكر في السلف ويستدين من الخارج سعيد، مش إسماعيل. سعيد مش إسماعيل كمان مرة. وطبعا امتياز قناة السويس. القروض الأجنبية، قال لك اعتمد سعيد باشا على رؤوس الأموال الأجنبية فاستدان من البنوك الأوروبية. يعني هو استلف جميل من أحد البنوك البريطانية، واندفع سعيد باشا بالاستدانة ولجأ للمرابين، الناس اللي بتاخد بالفوائد ربا. قال لك عندنا وبدأ يستدين منهم مقابل سندات على حساب الخزانة المصرية. يعني كان بياخد منهم فلوس، الناس دي يعني بيستلف منهم فلوس كمان بالربا، يعني بالفايز بالفوائد، وبيسد من خزينة ايه؟ من خزينة مصر. طب تمام، تعالى بقى نتكلم عن قصة قناة السويس. يقول لك ايه؟ سعيد باشا باع مصر بطبق مكرونه عشان سعيد باشا كان مدمن مكرونه. المهم يعني دي الجمله دي دايما مشهوره بحادثه قناه السويس. مش فاهم. قال لك بكل بساطه ان في واحد اسمه فرناند ليسيبس. الراجل ده كان مهووس، كان عايز يفتح طريق ويعمل طريق او ممر بحري يربط بين الغرب والشرق. فقال لك ان الحمله الفرنسيه قبل كده فكرت تحفر قناه بين البحر الاحمر والبحر المتوسط، وفي اخطاء في الحسابات ففشلت الفكره. قال لك انا جاي ايه؟ اعملها من تاني، جاي افكر من تاني. ايوه هتعمل ايه؟ قال لك انا هحاول احفر قناه بتربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط عن طريق قناه السويس. عن طريق لك هربط البحر المتوسط بالبحر الايه؟ الاحمر. هنعمل قناه سموها قناه السويس. قال لك يقضى بمنح امتياز تاسيس شركه عامه لحفر القناه. ده الامتياز الاول لقناه السويس. ان ديليسيبس راح لسعيد باشا قال له احنا هنعمل شركه قناه السويس عندك هنا في مصر.
قال لك جميل. ده اول امتياز. طب الامتياز الثاني، الشركه ليها مطالب يا باشا عشان تحفر القناه. اول حاجه تمنح الحكومه المصريه الشركه الحق في ايه؟ انشاء قناه السويس. يعني إيه الكلام ده؟ الامتياز الثاني بيقول ان مصر تقدم للشركه ورق براحتك اعملي القناه، يبقى انشاء قناه السويس. ومش بس كده، وحفر ترعه مياه للملاحه النيليه سميت بترعه الاسماعيليه. انا مش فاهم حاجه. يعني يقصد يقول لك ان الناس دي هتحفر فين؟ هتحفر في سيناء. حلو، يعني هتحفر في الصحراء. طب الناس دي مش محتاجه، قال لك عندنا ميه تشرب. جميل، يبقى هم محتاجين ترعه ميه عذبه يشربوا منها، ومحتاجين كمان ترعه ينقلوا منها المعدات. فقال لك ان الشركه بتقول لمصر انت مجبره تحفري لي ترعه صالحه للملاحه النيليه، وانشاء فرعين للري والشرب يستمدان مياهما من ترعه الاسماعيليه. يبقى حفر ترعه مياه للملاحه النيليه وهتطلعي منها فرعين، قال لك بكل بساطه للري وايه والشرب. وتفرض الشركه ما تشاء من رسوم على السفن. مش فاهم. يعني يقصد يقول لك ان اي سفينه هتعدي من طريق قناه السويس ده الشركه هي اللي هتحدد الثمن. يعني مش مصر اللي هتحدد الثمن، لا مش مصر اللي هتحدد الثمن. يبقى تفرض الشركه ما تشاء من رسوم السفن التي تمر بالقناه او الترعه. ومش بس كده، خد الوكسه. قال لك تتنازل الحكومه المصريه للشركه مجانا على جميع الاراضي المطلوبه للحفر. يعني الشركه بتقول لمصر ان اي ارض انا هحتاجها في الحفر هتديها لي ببلاش مش بفلوس. يبقى تتنازل الحكومه المصريه للشركه عن اي ارض مطلوبه للحفر، ويكون 4 أخماس العمال مصريين. يعني يقصد يقول لك ان 80% مصريين وال20% مهندسين اوروبيين. يعني 80% ناس هتشتغل، الناس اللي هتشتغل دي مصريين. طب وال20% اوروبيين هم اللي بيشرفوا عليهم بس. ومصر طب هتاخد فوائد عاليه على كل اللي بتقدمه ده؟ قال لك لا، ان مصر هتاخد 15% من صافي الارباح مقابل الاراضي والامتيازات. ولازم السلطان يمضي على القرار ده. مش احنا اتفقنا ان مصر رجعت تاني تابعه للدوله العثمانيه؟ هتقول لي ايوه صح الكلام. قال لك عشان كده بيقول لك البند الخامس او الشرط الخامس في الامتياز الثاني، يصدق السلطان العثماني على امتياز قناه السويس علشان نبدا نشتغل. يبقى الامتياز الثاني حفر ترعه للملاحه النيليه، واحد للري واحد للشرب. تتنازل الحكومه عن كل الاراضي الصالحه للحفر، يكون 80% عمال مصريين. مصر هتاخد 15% من صافي الارباح. ده كده ملخص الامتياز الثاني. جميل جدا. قال لك في عهد بقى الخديوي اسماعيل، قال لك الخديوي اسماعيل ده الخواجه، الراجل اللي ودى مصر في 60,000 داهيه، هو اللي جاب لها الاحتلال لحد عندها. عمل ايه؟ قال لك استلف بشكل كبير بمقابل ان يراضي اهواءه الشخصيه، ان كان عايز يخلي مصر دوله اوروبيه. طب ماشي، خلي مصر زي الدول الاوروبيه بس بفلوس مصر مش بفلوس الناس اللي بره. ما الناس اللي بره هتجيلك تطلب فلوسها وهتبدا تتدخل في شؤون مصر. وهو ما كانش مدرك بقى اسماعيل الحته دي، فده اللي خرب بيت مصر. طب تعالى نعرف هو عمل ايه. قال لك تعتبر فتره حكم الخديوي اسماعيل ازهى الفترات واكثرها تقدما وعمرانا، ولكن في نفس الوقت هي اخطر الفترات. ليه؟ قال لك التي سهلت للدول الاجنبيه التدخل في شؤون مصر. طب ليه؟ الذي ادى الى لتدهور مالي يقول لك وانهيار الاستقلال السياسي. يعني يقصد يقول لك ان الخديوي اسماعيل بنى وعمر، ولكن في نفس الوقت خرب ودمر. قال لك ان هو فتح الباب للدول الاوروبيه تتدخل في شؤون مصر. طب الدول الاوروبيه اكيد مش عايز تساعدك، ده عايز تستغلك، فادى الى التدهور المالي وطبعا انهيار الاستقلال السياسي. تعال نعرف بس مميزاته. قال لك الخديوي اسماعيل عمل ايه بقى؟ الخديوي اسماعيل قال لك الخديوي اسماعيل في الزراعه اهتم بالزراعه. قال لك زود مساحه الاراضي الزراعيه، حفر العديد من الترع زي الترعه الابراهيميه. خلي بالك الترعه المحموديه اللي عملها محمد علي،
الترع الاسماعيليه اللي عملها سعيد باشا في امتياز حفر قناه السويس. اما الترع الابراهيميه ده اللي عملها الخديوي اسماعيل، وانشا العديد من القناطر على النيل. يعني معنى ذلك ان هو كده تشابه مع محمد علي، ان هو معنى ذلك ان هو تشابه مع مين؟ مع محمد علي. طب تمام، تعالى نتكلم عن الصناعه. اعاد نشاط الكثير من المصانع اللي قفلها عباس هو فتحها من تاني، زي مصانع السكر. طب التعليم، اعاد فتح ديوان المدارس. اللي اغلقوا خلي بالك، اللي قفلوا سعيد الغى ديوان المدارس. طب اللي فتحوا من تاني؟ اسماعيل. وتوسع في انشاء المدارس المختلطه، وانشا دار الرصد بالعباسيه، ودار الكتب، ومصلحه الاحصاء، والجمعيه الجغرافيه. دار الرصد بالعباسيه يعني اهتم معنى ذلك بعلم الفلك، خلي بالك من المعلومه دي. قال لك ودار الكتب ومصلحه الاحصاء. طب حلو الكلام، تعالى بقى نتكلم عن الجيش والبحريه. قال لك اهتم بتنظيم الجيش وبدا يسلحه، واهتم بنهضه. قال لك عندنا خصوصا في التعليم البحري. يبقى هو اهتم بالجيش والبحريه. حلو الكلام. قال لك طب تعالى نتكلم عن العمران. قال لك شهد عهد الخديوي اسماعيل نهضه عمرانيه. عمل ايه؟ انشا القصور زي قصر عابدين، انشا دار الاوبرا، اقام الجسور والكباري. يبقى اهتم بالجسور والكباري، انشا دار الاوبرا، واهتم بانشاء القصور زي قصر عابدين. طب اهتم بوسائل الاتصال. قال لك مد خطوط التلغراف في كل محافظات مصر. خلي بالك، سعيد هو مد خطوط التلغراف بين القاهرة والسويس واسكندرية بس، أما في كل المحافظات كان إسماعيل. وأنشأ مصلحة البريد المصري اللي بتربط بين القاهرة واسكندرية. الإصلاح النيابي، تعال. قال لك في عهد الخديوي اسماعيل حصل العديد من التطورات الدستورية. يعني إيه كلمة إصلاح نيابي؟ يعني معنى ذلك إن هو بدأ يحكم مصر بالدستور، بالقوانين. أنشأ هيئات شبه نيابية، مش نيابية، زي مجلس شورى النواب. يجي لي سؤال في الامتحان ازاي؟ قال لك ظهرت نواة الحياة النيابية. ظهر مجلس النواب أو النواه في عهد مين؟ قال لك في عهد الخديوي اسماعيل. وطبعا مجلس النواب اللي هو مجلس الشعب، اللي هو بيشوف الشعب عايز ايه ويرفعه للرئيس. قال ايه يعني؟ المهم، يبقى انشا هيئات شبه نيابيه زي مجلس شورى النواب الذي يعد بدايه تاريخ المؤسسات النيابيه في مصر. وعمل نظام اسمه الوزارات المسؤوله. انت مسؤول عن الوزاره، مسؤوله عن التربيه والتعليم، وزاره مسؤوله عن الاسكان، ووزاره مسؤوله عن الصحه. لو في اي مشكله في الثلاث حاجات دول، الوزاره هي اللي هتتحاسب. ووضع اول دستور لمصر بيعرف باسم اللائحه الاساسيه. خلي بالك، اللائحه السعيديه بتاعت سعيد باشا، اللائحه الاساسيه اللي هو الدستور اللي عمله. خلي بالك من المعلومه دي. بهدف، طب هو ليه عمل اللائحه الاساسيه؟ بهدف اقامه حياه دستوريه سليمه. اللي احنا نمشي على دستور وقانون، احنا ناس متحضره يا جماعه. تمام؟ ده في عهد الخديوي اسماعيل. يبقى وضع اول دستور لمصر عرف باسم اللائحه الاساسيه بهدف اقامه حياه دستوريه سليمه. وانشا نظام الوزاره المسؤوله دي قلناها. ولكن كل ده بدأ يتدمر بسبب التدخل الأجنبي. تعال نعرف. قال لك المهم، تعال نتكلم عن آخر حاجة لمميزات الخديوي اسماعيل. تعال بقى نتكلم على التوسع الخارجي. قال لك عندنا إن برضو الخديوي اسماعيل قال لك عندنا طبعا اهتم بالجيش، فكان عايز يتوسع. يعني عايز يعمل ايه؟ عايز يضم أراضي جديدة. فقال لك إن الخديوي اسماعيل بكل بساطة اهتم بالتوسعات الخارجية. يبقى هو اهتم بالتوسعات الخارجيه. قال لك وجه الخديوي اسماعيل العديد من الحملات الحربيه الى الاقاليم الاستوائيه في افريقيا. طب هو ليه ارسل حملات عسكريه في افريقيا؟ بهدف منع تجاره الرقيق والتوسع في الجنوب والسيطره على منابع النيل. تشابه مع محمد علي. يبقى الخديوي اسماعيل عمل عده حملات حربيه في الجنوب. ليه توسع في الجنوب؟ علشان يمنع تجاره الرقيق. وخلي بالك عشان هجيلك في الامتحان، ده السبب الاجتماعي. قال لك والتوسع في الجنوب عشان يسيطر على منابع النيل، ده السبب الاقتصادي. وترتب على ذلك مد النفوذ المصري لساحل البحر الاحمر كله. يعني يقدر يقول لك ان هو بدأ يسيطر على البحر الاحمر كله.
ولكن مين فضل من بعيد يتفرج؟ اللي فضل من بعيد يتفرج الدول الاوروبيه. الدول الاوروبيه قالت انت بتاخد فلوسنا بتطور بيها مصر، تمام، وما بتسدش، عظيم، وبدات تتوسع وبتاخد اراضي جديده، واحنا في نفس الوقت بنحتل افريقيا في نفس الوقت ده، يعني في نفس الزمن بتاعه. فالمهم ايه اللي حصل؟ قال لك بكل بساطه كده، قالوا لا وقف، هات لنا فلوسنا. مش فاهم يعني هم برضو لما لقوا ان خديوي اسماعيل بدا يقلد محمد علي، قالوا لا 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 لا، وقف اقف، هات لنا فلوسنا. يبقى هم بداوا يتدخلوا في مصر من اول ما ظهرت الحركات التوسعيه للخديوي اسماعيل. قال لك طب تمام، تعالوا نتكلم بقى على مساوئ الخديوي اسماعيل. ادت سياسه الخديوي اسماعيل الى زياده الازمه بسبب، قال لك عندنا زادت الازمه الماليه في مصر. هي ظهرت الازمه الماليه او بدايه الازمه الماليه في عهد الخديوي سعيد، زادت في عهد الخديوي اسماعيل عشان هو استلف اكتر. قال لك عندنا او زياده الازمه الماليه والتدخل الاجنبي في عهد الخديوي اسماعيل. ايوه، اول مشكله واجهها الخديوي الاسماعيلي سياسه الاقتراض، السلف. قال لك اتبع الخديوي اسماعيل سياسه الاقتراض من الدول الاجنبيه للوفاء بالتزاماته ومشاريعه. هو عايز يبني كباري وجسور فبدا يستلف عشان يعرف يصرف. يبقى سياسه الاقتراض، اتبع الخديوي اسماعيل سياسه الاقتراض مع الدول الاجنبيه للوفاء بالتزاماته وشروطه. وحفل افتتاح قناه السويس، ده بقى يعني كانت الضربه القاضيه اللي جابت اجل مصر. عارف الخديوي اسماعيل صرف كام في حفل الافتتاح ده؟ ده اولا كده بسم الله الرحمن الرحيم، ده بنى مدينه كامله عشان يعرف يستضيف امراء اوروبا. مش فاهم يعني عمل ايه؟ قال لك بعد ما القناه اتحفرت وخلاص هي بدات خلاص تتفتح للملاحه، قال لك انا هجيب امراء اوروبا يمشوا كده في شوارع مصر العاديه؟ لا، ده انا عايز ابني مدينه كامله. وفعلا عمل مدينه كامله اللي هي دلوقتي اسمها مدينه اسماعيليه. طب تمام، اركن الحته دي على جنب. وبدا يهادي الامراء والملوك بهدايا ذهب. ما كانش بيديهم هدايا عاديه، ده كان بيديهم هدايا ذهب. وعمل حفل افتتاح ضخم. عارف صرف كام في الوقت ده؟ صرف 1,000,000 جنيه. تخيل، صرف 1,000,000 جنيه، ده في زمن الخديوي اسماعيل، يعني من كام سنه. حلو الكلام، صرف 1,000,000 جنيه. يبقى قال لك عندنا اقام الخديوي اسماعيل العديد من الحفلات لافتتاح قناه السويس، ودعا اليها ملوك اوروبا وانفق ببذخ على هذه الحفلات. ثم علاقه الخديوي بالدوله العثمانيه. قال لك الخديوي اسماعيل قال ايه؟ قال انا مش عاجبني اسم الوالي، الاسم الوالي ده مش جاي مع سكه، ما اسميش الوالي اسماعيل، انا عايز يبقى اسمي خديوي. كلمه خديوي عارف معناها ايه اصلا؟ الحاكم المستقل، دي معناها. فيقصد يقول لك ايه؟ ان الخديوي اسماعيل خد حبه فلوس وراح للسلطان العثماني قال له غير لقبي من والي لخديوي يا سلطان، وانا هزود لك الجزيه، هدفع لك بزياده. طبعا السلطان شاف الفلوس قال له بس كده انت جيت في جمل، مفيش مشكله خالص يا عم، اشطب اسم الوالي ده وخليه خديوي على طول. يبقى قال لك علاقه الخديوي اسماعيل بالدوله العثمانيه، قال لك اعتمد الخديوي اسماعيل في علاقته بالسلطان على تقديم المال والهدايا. يعني الخديوي اسماعيل عايز يعمل حاجه المفروض يروح يستاذن السلطان، يدفع للسلطان عشان يعمل اللي هو عايزه، من الاخر يعني. قال لك من اجل الحصول على الفرمانات اللي بيوسع بيها ايه؟ نفوذه في مصر، بدليل ان هو جعل وراثه العرش في اكبر ابنائه هو. ثانيه، ايه ده؟ هو في فرق؟ قال لك اه. لو نرجع لفرمان 41، فرمان 41 كان بيقول ايه؟ قال لك ان مصر حكمها وراثي لاكبر ابناء محمد علي من الذكور، يعني من عيله محمد علي. يعني المفروض كان اسماعيل كان اكبر واحد في الوقت ده بعد سعيد، المفروض ان اسماعيل مسك يدوروا بقى على حد تاني من عيله محمد علي مش من عيله اسماعيل. فطبعا اسماعيل قعد كده قال لك لا بصراحه مصر دي بتاعتي وبتاعت عيالي، اركني عيلتي دي على جنب، عيله محمد علي اللي انا منها دي على جنب، اهم حاجه عيالي اللي يحكموا من بعدي، عيالي اللي يحكموا من بعدي، خلي بالك من المعلومه دي. فيقصد يقول لك ان جعل وراثه العرش في اكبر ابنائه هو. ومش بس كده، ده زود عدد الجيش. مش احنا اتفقنا ان الجيش في سنه 1840 معاهده لندن قللت عدد الجيش وخلت الجيش المصري ومحمد علي رجعوا توابع تاني للسلطان العثماني؟ هتقول لي ايوه حصل. قال لك برضو الخديوي اسماعيل كان عايز يعمل حركات توسعيه في الجنوب، قال لك فاكيد طبعا لازم نزود حجم الجيش، فراح دفع للسلطان علشان يوافق السلطان يزود له عدد جيش مصر. يبقى تاني العلاقه اللي كانت بين الخديوي اسماعيل وبين السلطان العثماني علاقه ماديه،
قائمه على الفلوس او المال والهدايا اللي قدمه السلطان للخديوي اسماعيل، جعل وراثه العرش في اكبر ابنائه هو، وزود عدد الجيش. ثم عمل الامتيازات الاجنبيه. قال لك منحت الدوله العثمانيه رعايا بعض الدول الاوروبيه العديد من الامتيازات، تسهيلات يعني. طب ليه؟ قال لك تشجيعا لهم للاقامه والاستمرار في التجاره فين؟ في مصر. تعال خش في مصر ما تدفعش ضرائب. معنى ذلك ان البضاعه الاوروبيه هتبقى رخيصه. فلو البضاعه الاوروبيه بقت رخيصه، الشعب المصري هيسيب البضائع بتاعته ويروح يقول لك دي بضاعه مستورده هروح اشتريها. يعني مثلا القلم ده مصري ب 2 جنيه، والقلم ده مثلا قال لك عندنا مثلا بريطاني او اجنبي عموما ب 2 جنيه، انت هتشتري ايه؟ هتروح تشتري القلم الاجنبي. ليه؟ عشان مستورد، عقده الخواجه اللي عندنا دي، رغم الاثنين بنفس السعر. قال لك ما هي دي المشكله، انا لما اقدم لدوله اوروبيه تسهيلات فتغرق السوق بتاعي بضاعه من عندها هي اللي بتكسب مش انا. فبالتالي منحت الدوله العثمانيه رعايا بعض الدول الاوروبيه العديد من الامتيازات. طب هي ليه الدوله العثمانيه بتقدم للدول الاوروبيه امتيازات؟ قال لك تشجيعا لهم واقامه التجاره في مصر، وتعهد لهم بالمحافظه على الارواح والاموال واعطائهم حق الرجوع في اي وقت. يقصد يقول لك ان الدوله العثمانيه بكل بساطه كده بدات تتدخل في شؤون مصر بزياده. طب تمام، تعالى بقى نتكلم على التدخل الاجنبي وصل لحد فين. اول حاجه المحاكم القضائيه والمحاكم المختلطه وبعثه كيف وصندوق الدين والمراقبه الثنائيه ولجنه التحقيق العليا الاوروبيه والوزارات المختلطه، ثم عزل الخديوي اسماعيل. يلا بينا مع بعض. قال لك اول حاجه المحاكم القضائيه، هنا دي كانت بدايه التدخل الاجنبي. قال لك ظهرت بعد ان زاد نفوذ القناصل الاجانب في مصر. يعني يقصد يقول لك ان الاجانب بدا يبقى ليهم صوت مسموع في مصر. اختصاصها النظر في الجرائم اللي بيرتكبها الرعايا الاجانب ضد المصريين. المساوئ ان احكامها لا تستأنف الا في الخارج. انا مش فاهم حاجه. المحاكم القضائيه هي دي محاكم اللي بيحكموا فيها اوروبيين. طب هم وظيفتهم ايه القضاة الاوروبيين دول؟ قال لك بنشوف مثلا في واحد بريطاني اتعارك مع واحد مصري، حلو، فنشوف سبب المشكله. جميل، طلع البريطاني مثلا هو اللي غلطان مش المصري. قال لك طب يا عم عشان تحضر يا عم المصري عشان تاخد حقك من الجلسه مش هتاخده من مصر، انت هتطلع بريطانيا تاخد حقك من هناك. طبعا المصري ولا هيسافر بريطانيا ولا هيروح ولا هيجي. فبالتالي كانت دي من ضمن المساوئ. يبقى ظهرت بعد ان زاد نفوذ القناصل الاجانب في مصر بمرور الوقت اختصاصها النظر في الجرائم اللي بيرتكبها الرعايا الاجانب ضد المصريين، ولكن المساوئ ان احكامها لا تستأنف الا في الخارج. يعني مش هتسمع الحكم بتاعك يا مصري مش هتاخد حقك الا ايه؟ الا لما تطلع بره. قال لك جميل. ثم المحاكم المختلطه، قال لك لا المحاكم القضائيه دي فاشله، تعال نعمل محاكم ثانيه. المحاكم المختلطه كانت بتتكون من ايه؟ قال لك كانت بتتكون من قاضي اجنبي ومن قاضي مصري، عشان كده بيقول لك هي ايه؟ محاكم مختلطه. طب كان مين اللي انشاها؟ الخديوي اسماعيل. طب ليه؟ قال لك عشان يقلل المساوئ بتاعت المحاكم القنصليه. تاني المحاكم القنصليه اللي هي فوق اهي، مش القضائيه، معلش، القنصليه. جميل، المحاكم القنصليه اللي هي اللي بتنظر في الجرائم، اما المحاكم المختلطه اللي بتتكون من قاضي اجنبي وقاضي مصري. انشاها قال لك الخديوي اسماعيل سنه 1875 للحد من مساوئ المحاكم القنصليه. قال لك ان المحاكم القنصليه فاشله، مش بتدي المصريين حقوق، فاحنا هنعمل محاكم مختلطه. بتتكون من ايه؟ بتتكون من اجانب وبتتكون من مصريين. طب اختصاصها الفصل في القضايا المدنيه والمنازعات العقاريه بين المصريين والاجانب. قضيه مدنيه زي تجاره، منازعات عقاريه، يعني يقصد يقول لك البيع والشراء في البيوت مثلا. فيقصد يقول لك ان المحاكم المختلطه قال لك مين اللي عملها؟ الخديوي اسماعيل، عشان يقلل مساوئ المحاكم القنصليه. ولكن كانت بتنظر في القضايا، خلي بالك، قال لك تنظر في الجرائم هنقول له القنصليه. بالله عليك ركز، بتنظر في الجرائم دي القنصليه، اما بتنظر في القضايا دي المختلطه، ركز فيها بالله عليك. جميل. قال لك المساوئ ان رئاسه القضاء الاجانب، لا إيه لك عندنا ان رئاسه القضاء الاجانب ادى الى تدخلهم في القضاء التشريعي لمصر لصالح الاجانب. يعني ايه؟ في مشكله حصلت بين واحد بريطاني وواحد مصري،
طبعا المصري ليه الحق والبريطاني مفتري، فطبعا القاضي المصري يقول لك ايه؟ السجن المشدد للراجل الاجنبي ده او البريطاني ده 3 سنين. حلو، القاضي الاجنبي هيسكت؟ هتقول لي طبعا لا مش هيسكت. براءه يا عم، انا بقول لك مين ده المفروض يتسجن وانت بتقول براءه. قال لك ما هو بكل بساطه اللي حصل من المحاكم المختلطه اللي هم تدخلوا في سلطه القضاء التشريعي المصري. بدل ما قضاء مصر كان لمصر وللمصريين، اصبح الاجانب كمان بيتحكموا في الحكم فينا، بيتحكموا فينا احنا. يبقى قد ذلك تدخلهم في سلطه القضاء الايه؟ التشريعي. المهم بدات هنا بقى الدول الاوروبيه تغضب على محمد علي، على الخديوي اسماعيل، فعملت له بعثه اسمها بعثه كييف. اسبابها قال لك اقترح الخديوي اسماعيل على بريطانيا ارسال موظف كفء لدراسه اسباب سوء الاوضاع الماليه. يعني يقصد يقول لك ان الخديوي اسماعيل راح قال لبريطانيا ابعتي لي محاسب كويس يعرف يحل الازمه الماليه اللي في مصر، انا مش عارف اسد ديوني. فقال لك بكل بساطه اقترح الخديوي اسماعيل على بريطانيا ارسال موظف كفء لدراسه اسباب سوء الاوضاع الماليه في مصر وتقديم. قال لك عندنا الاقتراحات، فطبعا ساعد بريطانيا الارسال بعثه مين؟ بعثه كييف. اقتراحها قال لك انشاء مراقبه ماليه يرأسها موظف انجليزي. خلي بالك، وان الخديوي لا يعقد قرضا الا بدون موافقتها. يعني بعثه كييف دخل درس الاسباب الماليه، راح قال له يا خديوي اسماعيل اعمل اداره للمراقبه الماليه عليك، انت راجل بتصرف ياما، اعمل ناس تراقبك وما تعملش اي قرض. اسمع الكلمه دي، ما تعملش اي قرض الا لما ترجع للرقابه الماليه. طبعا الخديوي اسماعيل ما اعتمدش الكلام ده وكنسله. المهم صندوق الدين، قال لك اصدر الخديوي اسماعيل مرسوم بانشاء صندوق الدين. قال لك يتولى ادارته مندوبين اجانب، خلي بالك، من الدول الدائنه. قال لك طب مهام الصندوق الدين؟ قال لك تسليم المبالغ المخصصه للديون من المصالح المختلفه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقصد يقول لك ان مثلا بريطانيا عايزه من مصر 4 مليون جنيه. اي 4 مليون جنيه يجوا من قطاع زراعه، من قطاع صناعه، من قطاع تجاره. اول ما يشوف كده صندوق الدين اللي فيه فلوس جايه لمصر يجي ياخدها ويحطها في الصندوق. ليه؟ عشان نسد فلوس الناس اللي بره، نسد فلوس بريطانيا، نسد فلوس فرنسا، اسبانيا. يبقى صندوق الدين هدفه تسليم المبالغ المخصصه للديون. قال لك طب الاشراف على هدفه ايه؟ الاشراف على تسديد الديون لاصحابها، ولذلك يعتبر صندوق الدين بمثابه خزانه فرعيه للخزانه المصريه. ما هو بياخد من الخزانه المصريه، ان اي فلوس داخله الخزانه المصريه بتروح في الخزانه الفرعيه بحجه ايه؟ سد اللي عليك من الاخر. قال لك طب تعالى نتكلم عن المراقبه الثنائيه. قال لك اقترحت الدول الاوروبيه فرض المراقبه الثنائيه على مصر. طب يعني ايه مراقبه ثنائيه؟ قال لك عشان في واحد بريطاني للايرادات، واحد فرنسي للمصروفات. في واحد بريطاني، موظف بريطاني هيراقب الخديوي اسماعيل، وواحد موظف فرنسي هيراقب الخديوي اسماعيل، بيراقبوا على الفلوس اللي داخله لمصر والفلوس اللي طالعه من مصر. يبقى اقترحت الدول الاوروبيه فرض الرقابه الماليه، فاصدر الخديوي مرسوم بتعيين مراقبين اجنبيين، واحد بريطاني على الايرادات وواحد فرنسي على المصروفات. لذلك عرفت باسم المراقبه الثنائيه. واحب اقول لك المراقبه الثنائيه فشلت، ما مشوش مع الخديوي اسماعيل. الخديوي اسماعيل برضه كان خاربها وبزياده يعني. المهم قال لك طب الدول الاوروبيه قالت طبعا يعني المراقبه الثنائيه فشلت، تعال نجرب لجنه التحقيق العليا الاوروبيه. تعال بقى نجيب الخديوي اسماعيل عندنا ونعرف الفلوس دي كلها بتروح فين. اسبابها بعد ان زادت الاحوال الماليه سوء، طالب المراقبين الاجنبيين بتشكيل لجنه دوليه للتحقق في جميع شؤون الماليه والاداريه لمصر. لازم نحقق في فلوس مصر دي راحت فين. فوافق الخديوي اسماعيل واصدر مرسوم بتشكيل اللجنه. قال لك اهم مطالبها ان يتنازل الخديوي اسماعيل عن سلطته المطلقه لوزاره مسؤوله عن حكم البلاد. يعني ايه الكلام ده؟ خديوي اسماعيل انت ما تنفعش تبقى حاكم، انت تقعد في بيتكم من الاخر. يا خديوي يا اسماعيل ما ينفعش تبقى حاكم، انت تقعد في بيتكم، انت عمال تصرف ببذخ. يبقى تنازل خديوي اسماعيل عن سلطته المطلقه لوزاره مسؤوله وهتحل الدنيا. ويتنازل في الخديوي اسماعيل عن اطيانه، يعني الاراضي بتاعته واطيان عائلته، العيله بتاعته وضعها تحت الرقابه الدوليه. يعني الاراضي بتاعتك برضو
هتسيبها مقابل مخصصات ماليه تصرف منها. يعني انت ليك هنديك مصروفك بس اللي تصرف منه. يبقى انت هتتنازل عن السلطه بتاعتك وهتتنازل عن الاراضي بتاعتك. قال لك قال لك عندنا الوزاره المختلطه. قال لك بناء على اتفاق بين بريطانيا وفرنسا اصدر الخديوي اسماعيل مرسوم بتشكيل الوزاره المسؤوله بمصر برئاسه نوبار باشا. قال لك وبها وزيرين اجنبيين، احدهم انجليزي للماليه والاخرى فرنسي للاشغال، بدل من المراقبه الثنائيه. قال لك ان المراقبه الثنائيه كده كده فشلت، فالوزاره المختلطه جت تحل محل المراقبه الثنائيه. يبقى بناء على اتفاق بين بريطانيا وفرنسا اصدر الخديوي اسماعيل مرسوم بتشكيل الوزاره المسؤوله. مش انتوا عايزين وزاره مسؤوله انتوا اللي تحاسبوها؟ قال لك هعمل لكم وزاره برئاسه مين؟ واحد اسمه نوبار باشا. بس نوبار باشا بس اللي في الوزاره؟ قال لك لا، وكمان في وزيرين اجنبيين، واحد انجليزي للفلوس اللي داخله، واحد فرنسي للاشغال اللي في مصر. قال لك بدل من المراقبه الماليه. واحب اقول لك ان الوزاره المختلطه فشلت مع الخديوي اسماعيل، ولجنه التحقيق العليا الاوروبيه فشلت برضه. قال لك والمراقبه الثنائيه فشلت، وصندوق الدين فشل، وبعثه كيف فشلت، والمحاكم المختلطه والمحاكم القنصليه، كل ده فشل ذريع في عهد الخديوي اسماعيل. فقالوا ايه بقى؟ تعالى بقى نمشيه احسن ونجيب واحد تاني على مزاجنا يريحنا. فعزل الخديوي اسماعيل، ووجهت الحركات الوطنيه الانتقادات للوزاره المختلطه. الوزاره المختلطه اللي هي دي وزاره نوبار، الذي ادى الى قيام الخديوي اسماعيل بالاتي: اقصاء الوزيرين الاجنبيين من الوزاره. يعني يقصد يقول لك ان الشعب بدا يزعل ان في وزراء اجانب بيتحكموا فيه في الوزاره المختلطه اللي هي وزاره نوبار باشا. واصدر مرسوم في ابريل سنه 79 بتسويه الديون طبقا لما تقرره اللائحه الوطنيه او اللائحه الاساسيه، الدستور بتاعنا. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني يقصد يقول لك ان الخديوي اسماعيل بيقول للدول الاوروبيه انا هسد لكم فلوسكم بس تكتات. يعني ايه الكلام ده؟ مش انتوا عايزين فلوسكم؟ عايزين فلوسنا، هسدها بما تقر اللائحه الاساسيه، يعني بما يقر الدستور اللي عندي اللي انا كاتبه بايدي. هديهم فلوسكم بس ايه؟ بمزاج انا مش بمزاجكم انتوا. يبقى هو افترض كل اللي عملوه الدول الاوروبيه، الوزراء المختلطه ولجنه التحقيق العليا الاوروبيه طردها، والمراقبه الثنائيه وبعثه كيف، كل ده طردهم عن مصر. يبقى اصدر مرسوم سنه 79 اللي احنا هنسد الديون طبقا لما تقرره اللائحه الوطنيه. لذلك تدخلت بريطانيا وفرنسا وضغطوا على السلطان العثماني، فاصدر فرمان بعزل الخديوي اسماعيل وتوليه ابنه توفيق. وتوفيق ده كان خاين. يعني يقصد يقول لك ان طبعا الدول الاوروبيه لما سمعت الكلام ده قالوا احنا مش هناخد فلوسنا كده. واحب اقول لك برضو ان بصراحه ان هدف بريطانيا وفرنسا مش فلوسهم، هم هدفهم انهم يتحكموا في مصر، يستغلوا مصر على قد امكانياتهم، على قد ما يقدروا. فيقصد يقول لك بكل بساطه لذلك تدخلت الحكومتان لبريطانيا وفرنسا، قالوا بريطانيا اهي وفرنسا اهي، راحوا للسلطان العثماني ينفع كده الخديوي ياخد فلوسنا ومش عايز يرجع لنا سلطان؟ فطبعا السلطان قالوا انتوا عايزين ايه؟ يعني ايه المطلوب مني اعمله؟ قال لك اعزله، واحنا عندنا واحد كفء هيسد مكانه اللي هو مين؟ خديوي توفيق. قال ايه يعني خديوي توفيق هو اللي حل الدنيا دي، بوظها اكتر ما هي كانت بايظه اصلا. المهم يبقى لذلك تدخلت الحكومتان البريطانيه والفرنسيه وضغطوا على السلطان العثماني، فاصدر فرمان بعزل الخديوي اسماعيل، قال لك عندنا وتوليه توفيق مكانه. قال لك كده يكون درس خلفاء محمد علي خلص. درس طويل وفيه معلومات ياما انا عارف، بس انت يمكن الدرس ده اهم درس في التاريخ. فانت لو في اي مشكله انت مش فاهمها او في اي جزئيه مش فاهمها عيد الفيديو تاني هتفهمها. انا شارح لك كل جزئيه فيه، تمام؟ واتمنى ما تنساش تشترك معانا في القناه عشان ينزل لك فيديوهات المراجعه باذن الله احنا بنحضرها دلوقتي، تمام؟ وانا معاك يا عم لحد ليله الامتحان. وطبعا انا وظيفتي معاك زي ما قعدت في اول سنه، انا مش هشرح بس، انا هحل كم رهيب. كتاب ملحق كتاب الامتحان ده كله هحله معاك على اليوتيوب، وهحل المذكره بتاعتي باذن الله معاك على اليوتيوب. انا معاك يا بطل لحد ما تقفل امتحان الدراسات. كان معاك مستر محمد علاء مدرس التاريخ والدراسات في اسكندريه. اتمنى اكون فدتك النهارده. ما تنسانيش بلايك وبشير وبكومنت كده منك يعوضنا عن التعب اللي احنا فيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.